جد صعبة، شح الإمكانيات، صعوبة الحياة، ولكن ممارسة قيم الديمقراطية والعدالة والشفافية والكرامة يعني هي نموذج عربي يجب أن نقتدي به. في المخيمات في المدن المحتلة من الصحراء الغربية ثروات رفاهية، ما يدي يعني ثروات صحراوية محتلة، ولكن الصحراويين يعيشون ذلة مهانين. الحكومة الجزائرية جددت التأكيد أنها تساند الشعب الصحراوي وتعتبر قضيتهم قضية تحررية لشعب أراد الاستقلال. تندوف التي تتوجد في هذا العالم، الجزائر، عالم التحرير، عالم مليون ونصف شهيد، عالم الاستقلال، تندوف ريهون وتندوف نفتخر بها. هي قلعة من قلعات الثوار ومكة الأحرار ومكة جبهة البوليزاريو اللي فروا وجاوا كلاجئين من جراء الاحتلال تاع الاستعمار تاع المملكة المغربية. بعد ندوة أبوجا مؤخرا ودعوة الرئيس الجزائري لدعم حركات التحرر في إفريقيا، تأزمت العلاقات الجزائرية المغربية وازدادت حدة التصعيد بسبب حادثة إنزال العلم من على القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء وتضييق الخناق على مهربي الوقود عبر الحدود. خطاب العاهل المغربي إذا زاد من توتر العلاقات الجزائرية المغربية المتوترة أصلا، فالمغرب دائما يريد أن يقحم الجزائر في قضية الصحراء، والجزائر متشبثة بحق هذا الشعب في تقرير مصيره. ولكن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى الجزائر قد تقلب الموازين، فالجزائر متمسكة بحقوق الإنسان والمغرب يراهن على الفيتو الفرنسي. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين.